السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ دي تاني محاضرة في ريفيت 2023. آخر حاجة وصلنا لها المرة اللي فاتت إن احنا كنا عملنا الليفل بتاعتنا، وعرفنا ازاي إن احنا نغير في الاسم بتاع الليفل، وعرفنا إن احنا نظبط الدايمنشن أو الأبعاد ما بين كل ليفل وليفل. النهاردة عايز أعمل امبورت أو استيراد للوحة الكاد. فعشان أعمل امبورت أو استيراد للوحة الكاد لازم أروح أقف على بلان أو ليفل من الليفلات اللي أنا عاملها عشان الرسمة هتجيلي 2D. فاروح مثلا على الار سي واقول له دبل كليك عليه. لما افتح الار سي بعدين هروح للانسيرت هنا هندسه، وعندي طريقتين عشان اعمل بيهم امبورت للوحه الكاد. اول طريقه اللي هي لينك كاد، والطريقه التانية اللي هي امبورت كاد. طب ايه الفرق ما بينهم يا هندسه؟ الفرق ما بين اللينك كاد والامبورت كاد هو ان اللينك كاد لما بغير اي حاجه في لوحه الكاد بيظهر معايا التعديل هنا، لكن الامبورت كاد ساعه ما بستورد اللوحه هنا هي كده خلاص دورها انتهى. بالنسبه للاوتوكاد اي حاجه هتعدلها هناك في لوحه الاوتوكاد ما عادش هتعدل معاك في حاجه هنا، بس هم نفس الطريقه في ادراج المخطط بتاعك يعني. فافترض اقول له المخطط الاولاني، هقول له انا عايز اعمل له ادراج من اللينك كاد. فتح لي هنا مربع حواري بيقول لك انت عايز تجيب اللوح بتاعتك منين. طبعا احنا كنا مسيفين الثلاث مخططات بتوعنا في المحاضرة اللي فاتت. فاقول له انا عايز اعمل ادراج للفاونديشن لمخطط الفاونديشن، ما تضغطلوش بقى اوكي هندسة ومشي معايا واحدة واحدة كده. فاقول له من هنا اول حاجة بالنسبة للكلر عايزه بلاك اند وايت. طيب اليونت اللي انت شغال بيها، انا شغال عامل ادراج لليونت بتاعتي سنتيمتر. شغال اللوحه بتاعتي كانت مليمتر كانت متر على حسب بقى، فانا كنت شغال سنتيمتر فاقول له سنتيمتر تمام كده. طيب هنا هندسه بقول لك البوزيشن بتاعها عايزها تكون فين، في السنتر تو سنتر ولا في الاورجن تو اورجن ولا في مانيوال اورجن انت بتختاره له او مانيوال سنتر انت بتختاره له. ففي الغالب هندسه بنقول له اورجن تو اورجن. طب ايه الفرق ما بين الاورجن وما بين السنتر؟ الفرق ما بينهم يكاد يكون جوهري جدا، ولكن مش هيبان معانا دلوقتي. هنختار اورجن تو اورجن، وبعدين هختار له المكان او الليفل اللي انا عايز انزل فيه المخطط بتاعي. فمثلا انا عايز انزله في ليفل الار سي. طب لو مش عايز انزله في ليفل الار سي، هفتح من هنا هندسه معايا 3 او 4 ليفلات، اختار منهم الليفل اللي انا عايز انزله فيه. فهختار من هنا كده الار سي، وبعدين اقول له اوبن. استنى على الجهاز بتاعك شويه هيحمل، وبعدين يبدا يعمل لك ادراج للمخطط بتاعك هنا. وبعدين جاب لي المخطط بتاعي معايا، بس ايه بره عن الاربع اشكال دول كده. طب ايه هم الاربع اشكال دول كده هندسه؟ الاربع اشكال دول هم الاتجاهات او زوايا الرؤيه، كاميرات بمعنى اصح يعني. طيب عشان انا اجيب الكاميرتين دول او اجيب الاربع كاميرات دولت في نص الشكل، يا اما احرك الشكل يا اما احرك الكاميرات. طيب احرك انهي فيهم يا هندسه؟ لا احرك الكاميرات عشان الشكل واخد المكان بتاعه البوزيشن بتاعه. المخطط التاني اللي هعمل له ادراج هيتعمل له ادراج فوق تمام كده. طيب من هنا كده هعمل سيلكت. لما عملت لهم سيلكت ظهرت معايا قائمة موديفاي. هختار من هنا كده موف، وبعدين من هنا كده، وبعدين هلغي الكونسترين. من هنا الكونسترين ان احنا قلنا هو عمودي او التعامد بتاعه. وبعدين كليك هنا كده هندسة نقل لي الكاميرات بتاعتي، وكذلك هعمل موف للكاميرتين دولت كده او الاتجاهين دول كده، وبعدين بنفس الطريقة كده. كده انا خليت البلان بتاعي او الشكل بتاعي كله جوه الاربع اتجاهات بتوعي تمام كده. طيب من هنا موديفاي وهخرج. قرب كده هندسة. انا كده عملت ايه؟ كده عملت يا هندسة ادراج للمخطط او اللوحة بتاعتي، فبدأ يبان معايا فعلا الفاونديشن اهو تمام كده، وبدأ يبان معايا الاجساد بتاعتي. طيب اول حاجه بتعملها هندسه ساعه ما بيبان معاك او ساعه ما بتعمل ادراج للوحه بتعمل لها سيلكت كده، وبعدين من فيو، بعدين هروح ل visibility and graphic، وبعدين import category. جاب لي اسم المخطط بتاعي اللي باين معايا اللي هو الفاونديشن تمام. وبعدين هخليه هفتون. يعني ايه هفتون؟ هيخليه لي شفاف شويه يا هندسه او باهت، بمعنى بيذكرني هنا ان انا سايف البروجكت، فاقول له سيف بروجكت تمام كده. بالراحه على الجهاز بتاعك خالص، وبعدين ابدا قرب بقى كده هندسه للصوره دي. فبدا يجيب لي ايه؟ بدا يجيب لي ان هي نفس الرسمه، لكن الرسمه دي حسيتها شفافة شوية. عايز تعمل ايه يا هندسة؟ عايز ابدأ ارسم الجريد او الاكسس بتاعة الاوتوكاد تمام كده. طيب تمام.
المفروض ان انا في النسخ القديمه من الريفت هبدا ان انا اعمل بن للشكل ده بتاعي، لكن في النسخه الجديده اللي هي ال 23 او ال 21 وال 22 بيعمل هو بن اوتوماتيك اول ما بتنزل المخطط بتاعك. تمام كده؟ طيب تمام. اتفقنا هندسه. لو انا عايز ارسم الجريد بتاعتي هروح لفين؟ من ستراكشر، وبعدين هنا بلاقي ليفل وجريد. طيب الليفل هنا مش متفعله والجريد بس هي اللي متفعله، تمام، لان انت واقف في بلان، والبلان بتاعي هو اكس وواي، الجريدات بتاعتي عبارة عن اكس وواي، لكن الليفل تكون في واحدة من الاتجاهات دي. لما قلت له ليفت كليك على جريد، لما قلت له ليفت كليك من هنا على جريد كده، بدأ يفتح معايا سكتش مود. الجريد اللي انت عايز ترسمه او الاكس اللي انت عايز ترسمه، هترسمه بلاين ولا هترسمه بارش ولا هترسمه ببيك لاين؟ تمام كده، على حسب ما انت عايز بقى. لو انا عايز ارسم بلاين فاقول له مثلا من هنا كده لاين، وبعدين ابدأ حدد بقى اللاين بتاعك من هنا كده لهنا كده. لما بدأت أعمل كده هندسة، أقول له من هنا موديفاي، بدأت أعمل كده، بدأ يجيب لي الأكس بتاعي في اتجاه واحد أهوت واسمه واحد. تمام كده. واحنا طبعا عارفين إن الأكسات بتاعتنا في اتجاه بتكون أرقام واتجاه تاني بتكون حروف، يعني هنا يكون واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة وهكذا، وهنا يكون A B C D وهكذا. تمام كده. طيب لو أنا عايز أرسم جريد بس، أنا بقى هفضل أرسم كل جريد لوحده لاين. طب ما أنا أقول له أمر بيك لاين يا هندسة، الأمر السحري اللي عندنا، فأقول له بيك لاين. وبعدين اتفقنا ان البيك لاين هو عبارة عن خط موازي للي انا هضغط له عليه. طيب انت عايز له اوفست؟ لا انا مش عايز له اوفست، انا عايز يعني موازي ويكون هو نفس الخط ده، فاقول له بيك لاين على الخط ده، وهكذا على ده وده، وافضل ماشي بنفس الطريقة كده هندسة لحد ما اكمل مجموعة الاجساد بتاعتي، وهكذا. تمام. انا كده ايه؟ خلصت الاكسس اللي موجودة عندي، لكن عندي مشكلة. المشكلة فين يا هندسة؟ خلصت الجريد اللي موجودة عندي بالنسبة للارقام، المشكلة فين يا هندسة؟ المشكلة ان هنا برضو في تداخل. فاقول له لا، انا هاجي من هنا كده على ليفت كليك على الاد البو، وبعدين ابدا اسحب الاكس بتاعي بره كده، وهكذا. عندي تداخل هنا، هبدأ أسحب الأكس بتاعي بره كده. تمام. طيب ابدأ مشي بقى على الأكسات اللي موجودة عندك لحد ما تشوف المشكلة فين. في هنا مشكلة هندسة برضو بالنسبة للأكس ده، فأقول له اد إلبو وأحرك الأكس بتاعي في الاتجاه ده شوية. تمام كده. طيب وهنا أنا كده تمام يا هندسة، ما عنديش مشاكل. بس لو لاحظت يا هندسة هتلاقي في هنا أكس أو اتنين مش موجودين، فبص عليهم فوق كده، او الارقام بتاعتهم مش موجود، لقيتهم موجودين هنا فوق. طب انا هندسه عشان اللخبطه دي كلها، ممكن ان انا اجي اظهر الارقام بتاع الاكسس دي من الجهتين. اتفقنا نعمل الكلام ده ازاي؟ هعمل سيلكت للمخطط كله، وبعدين فلتر شيك نون، اختار الجريد بس، وبعدين اقول له اوكي. طيب هو كده اختار لي الجريد بس، انت عايز تعمل فيهم ايه من ايديت؟ طيب من هنا عايزهم يظهروا من الناحيتين، فهقول له هنا من الاند 1 هعمل عليها تشيك مارك، وبعدين اقول له اوكي. بص كده يا هندسة، بدأ ان هو يظهر لي الاكسس بتاعتي وهي موجودة هنا، هي نفس الارقام اللي موجودة فوق. تبدأ بقى تظهر معايا المشاكل اللي كنا بنتكلم فيها، ان هو انا هنا عندي تداخل، هعمل اسكيب، عندي تداخل في الارقام. طيب انا بالنسبة لي 12 و13 تمام، من بعد 13 في مشكلة. هاجي من هنا كده واضغط على الاد البو وافتح الشكل بتاعي لبره كده، واتحرك براحتي لما يكون الارقام كلها ظاهرة وما عنديش فيها مشكلة، بالمنظر ده كده لحد ما اخلص الاشكال بتاعتي. تمام كده كده ما عادش عندي ظاهر فيه مشكلة، الاكسس بتاعتي كلها موجودة وارقامها موجودة. طيب عايز اعدل الجزء اللي فوق كمان يا هندسة، هنروح على الجزء اللي فوق. الاكس ده ما هوش نفس او مش في نفس الوزة بتاع الاكسات دي كده، فهاخده من هنا كده من عند الدايرة دي، واقول له ليفت كليك واعمل له دراج لحد ما يلقط معايا الاكس بتاعه عشان يكونوا كلهم على نفس المستوى. تمام كده. طيب وبعدين ابدأ بقى هندسة اعمل من هنا اد البو لحد ما تظبط الاكسس بتاعتك وتكون كلها متباعدة عن بعضها، وتكون الارقام كلها باينة او
واضحة. نفس الكلام هنا عندي مشكلة في الأكس 11 و12، من بعد 13 بدأت تظهر معايا برضو تداخلات، فهاجي من هنا من عند 18 كده وأعمل دراج لهنا شوية كده، وهكذا بالنسبة لباقي الأكسس، وهكذا بالنسبة للأكس ده. تمام، انا كده هندسة عملت الاكسات بتاعتي كلها في الاتجاه ده مظبوط. عايز ابدأ اعمل الجريد بتاعتي اللي موجودة في الاتجاه ده. بس احنا اتفقنا يا هندسة ان هو لو انا جيت اعمل في الاتجاه ده هعمل الاتجاه ده ارقام، واعمل الاتجاه التاني حروف. تمام. طيب قلنا عايزين نرسم جريد من استراكشر، بعدين جريد بار ان انا عايز ارسم بيك لاين، وبعدين هاجي هنا كده واعمل ليفت كليك. بص يا هندسة كده هو جاب لي ده سمهولي 19. طب انا عايز اسمي هنا حروف، مش عايز اسمي هنا ارقام. تعال على الجريد اللي انت رسمته، وبعدين اضغط على 19 دي كده دبل كليك، وبعدين اكتب له حرف الاي، انتر. لما اجي اقول له انا عايز اعمل جريد بعد كده، هيبدأ يجيب لي التدريج بتاعه اللي هو A B C وهكذا. تعال نجرب. جبت جريد واختار بيك لاين، وبعدين الاكس اللي بعده B، واللي بعده C D E F وهكذا. هيفضل ماشي معاك في كل الجريد اللي انت هتحددها له او هتعمل له بيك لاين. فكده انت تكون عملت الجريد دي بسهولة. تمام، ما اخدتش معاك وقت وعملت الجريد دي بسهولة. لكن برضو الجريد اللي عملتها بالنسبة للجزء ده كده فيها تداخل، فنبقى نظبط الجريد بتاعتي ديت بحيث ان ما يكونش فيها تداخل. فهاجي من هنا برضو اعمل له اد البو واكسره كده لتحت، وهكذا بالنسبة للبي واعمل لها دراج شوية لتحت. طيب تمام تمام لحد هنا كده في تداخل في الاكسات بتاعتي او الجريدات بتاعتي. فاقول له انا عايز ارفع دي لفوق كده، وهكذا. تمام تمام. طيب ومن هنا برضو نفس الموضوع، عندي مشكلة هنا في الجريدات، فابدأ افصلهم عن بعض. وهنا برضو نفس الموضوع، ابدأ اعمل دراج لدي تحت كده. تمام، واظبط الاتجاه التاني. تمام، عندي برضو نفس المشكلة هنا. من الاد البو من هنا علامة البرق دي اكسر الجريد بتاعي، وبعدين ابدأ اسحبه في الاتجاه اللي فوق ده كده. هنا عندي الام والان متداخلين، اللي هما الجريد ام وان متداخلين، فهرفع واحد فيهم لفوق كده. تمام، وممكن ارفع الام برضو فوق شوية. تمام كده. طيب وبالنسبة لي هنا برضو في تداخل. تمام، انا كده عملت الجريدات بتاعتي، لكن انا عندي مشكلة تانية يا هندسة. انا هفضل اعدل في الجريدات دي واحدة واحدة على كل بلان او كل ليفل هروح له. طيب بص على اي ليفل تاني كده. افترضنا مثلا ان هو الليفل بتاع الناتشر الارض الطبيعيه. لو رحت هلاقي الجريدات كلها عايزه تعدل تاني. طيب اعمل الكلام ده ازاي يا هندسه؟ روح على الار سي، تمام، وبعدين نعمل سيلكت للمخطط اللي عندك كله. تمام، ثم فلتر، تشيك نون. انت عايز تعدل على ايه؟ عايز اعدل على الجريد بتاعتي بس، وبعدين اقول له اوكي. اخترت الجريد بتاعتي، هتلاقي حاجه مكتوبه هنا كده بروباجات اكستنت، وبعدين ليفت كليك عليها ظهر معايا مربع حواري بالشكل ده كده. هبدأ ان انا اعمل سيلكت على اول واحده، وشيفت وسيلكت على اخر واحده، وبعدين اعملهم كلهم يكون متفعل جنبهم علامه التشيك مارك دي، وبعدين اقول له اوكي. تمام كده. طيب لو رحت دلوقتي بقى للناتشورال جراوند ليفل، هبص الاقي ان التعديل اللي انا عدلته موجود فيها. طيب اروح على اي ليفل تاني كده، ولنفترض مثلا عايز اروح للجراوند فلور، اروح ابص على الجراوند فلور، هلاقي نفس التعديل اللي كنت معدله هو نفس التعديل اللي موجود هنا. تمام كده. طيب وبعدين بعد ما انا رسمت الجريد ده هندسه، بعد ما رسمت الجريدات بتاعتي، انا ما عدتش محتاج الاجساد بتاعه لوحه الكاد. وبلاش التداخل ده، يعني لو هي مرسومه على لوحه الكاد على لير لوحدها فاقدر ان انا اشيل. طيب هعمل من هنا كده برضو سيلكت، وبعدين هعمل فلتر. انت المره دي عايز ايه بقى؟ لا انا عايز اللوحه
لوحدها، مش عايز الجريد، فاقول له تمام بالنسبه للوحده. وبعدين هاجي من هنا اختار كويري. طيب وبعدين قرب على واحد من الاكسات بتاعه لوحه الكات كده، وبعدين اقول له ليفت كليك عليه. هيقول لك انت عايز تشيل الجزء ده، وهيجيب لك تفاصيل عنه وانه على لير او ليفل اسمها ايه اكسس، فاقول له انا عايز اعمل له ديليت. لما اعمل له ديليت كده ما عادش موجود معايا الاكسس بتاعه مخطط الكاد، اللي بقى موجود معايا هي الجريدات بتاعه الريفت اللي انا لسه راسمها حاليا. تمام، والفاونديشن سواء كانت بي سي او ار سي، وشكل للقلم بتاعي. تمام كده، انا كده اتكلمت عن الجريد، ازاي ان انا ارسمه وازاي ان انا اعدل فيه. حاجة كمان عايزين نتكلم فيها عن الجريدات، لو انا برسم جريد A وبعدين رسمت جريد بي وبعدين كان في تعديل ومسحته ورسمت بعده، هل هيديني تاني جريد بي؟ لا، هو هيديك جريد سي. تمام كده. طيب عشان ارجع اعيد الترتيب تاني وانا برسم A B، لو اداني هنا سي برجع اعيد تسمية ده تاني، وهو بياخد التدريج بتاعه تاني في الارقام او في الحروف. تمام كده، اشوفكم على خير المحاضرة الجاية ان شاء الله.